السلام عليكم. السلام عليكم متابعينا الاعزاء، مرحبا بكم ورمضان مبارك سعيد. غبرت عليكم في التجارب المسليه، ان شاء الله رجعت لكم فيديو جديد. كنشكر واحد 8000 مشاهد وشي 20 منهم هما اللي متفاعلين مع لاشين. صراحه يعني التفاعل والفيديوهات ما كنتشجعش باش نحط الفيديوهات على حسب التفاعل قليل. 8000 مشترك يلا 20 او 23 واحد اللي متفاعل، داكشي علاش كنجيني صعيبه نحط شي فيديوهات. نتمنى منكم انكم تشجعوني، تعليقات زوينين، الفيديوهات يعني تبارطاجها مع الاصدقاء الا كانوا يستاهلوا حقا البارطاج، لان الفيديوهات تجارب مسليه وما فيهمش شي تفاهه، يعني محتوى نقيقي. ما نطولش عليكم. التجربه كيقول لك الطون، ندخلوا في صلب موضوع التجريب في التجارب. هذه التجربه من التجارب المسليه ومغذيه التغذيه. كيقول لك الطريقه الصحيحه باش كنتناولوا. شوفوا الفيديو. الطريقه الصحيحه باش كتناول الطون هو هاد الطريقه هذه. واش بالفعل المذاق ديالها كيولي احسن ولا لا؟ هو اللي غنشوفوا في هاد التجربه ونعطيكم الراي ديالي والمذاق واش هو هذاك مزيان ولا ما مزيانش. خليكم معنا وتابعوا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ما نبداو التجربه نبداو بالترشيح او التصويت. التجربه واش تصدق ولا ما غتصدقناش؟ غادي نشوفوا في التجربه هذه واش تصدق ولا ما غتصدقش. غتصدق لنا يعني التجربه تشعل العافيه وتحمر لنا الاكله ديالنا كما لاحظنا في الاول الفيديو. غتصدق رقم واحد. ما غتصدقش رقم جوج. محايد الله اعلم رقم ثلاثة. نجربوها، ندوزو نجربوها. اذا نبداو على بركه الله. دابا 5 دقائق تقريبا اللي داز باش شعلنا على العافيه. غادي نحيدو هادي، بانت ليا تحمرت. بسم الله. شوف المذاق ديالها كي جا من بعد ما تحمر من الفوق. غادي نوريكم التصوير. نعطي لبنتي بلاتي. مذاق رائع بحال السردين مشوي. في التالي كتحس بالبنه ديال الغنمي ديال البقري، بحال اللحم د البقري. طعم هائل. مي غنوريكم كيفاش خرج السردين محمر. ما تحاولش تقيس هذه بيديك، تكون سخونه غادي تكوي لك يديك حراره حيت تكون سخونه بالعافيه. دونك كما كنشوفوا هنايا السردين محمر او الطونه او التونه كيقولوا السمكه العنيده. كما قلت لكم المذاق روعه، يعني المذاق زوين احسن لما تاكلها هكا. يعني الا جيتي تناولها في هاد دابا برد، الا جيتي تناولها هكا خضراء كيما شريتيها يعني هي قابله للاستهلاك كيمكن لك تناولها، ولكن ملي كدير لها الطريقه ديال الطيبه كتجي مذاق مختلف. يعني كدير واحد التجربه واحده اخرى، يعني ما تبقى تاكل دائما كتفتح وتاكل، يعني كدير لها الطريقه هذه كتعطيك مذاق اخر، تجربه اخرى. نتمنى تكون عجبتكم التجربه. فيديو اخر نتشافوا ان شاء الله في تجارب مسليه وممتعه. ما تنساش تبارطاجي لا فيديو مع الاصدقاء والاهل باش تمتعوا بالفيديو والتجربه. وما نطولش عليكم. تحيه لكم من القلب الى القلب ورمضان مبارك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.